أجمل كيكات الشتا طبعا هي كيكة البرتقال. النهاردة هنعملها بطريقة جديدة بس سهلة وبسيطة جدا. المقادير تكاد تكون ثابتة، ولكن الطريقة نفسها هي اللي فيها شوية اختلاف. لو انت بقى بتقشري البرتقال يبقى الموضوع ده عايز إعادة نظر. أجمل كيكة برتقال هتقدري تاكليها هي اللي احنا هنحط فيها برتقانة كده بقشرها، هنقطعها زي ما هي كده حتت صغيرة وهنضربها في الخلاط. ضحكوا علينا وقالوا لنا طبعا ان ده بيمرر طعم الكيك. طبعا هتشوفوا الطريقة وهتجربوها وبإذن الله تعجبكم. كان ليا واحدة صاحبتي قوي يعني عزيزة على قلبي، كنت دايما كل ما اروح لها الاقيها عاملة كيكة برتقال، الاقي النكهة مختلفة والطعم حلو قوي والكيكة هشة، وفي نفس الوقت تقولي ان هي عاملاها بالبرتقانة سليمة كده متقطعة. اخدت منها الطريقة، جربتها، الطريقة عجبتني جدا فاعتمدتها من ضمن وصفات كيكة برتقال. فاحنا هنشوف بقى احنا النهارده هنعملها ازاي. فزي ما تعودنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله. واللي اول مرة يشوفني انا سمية من مطبخ مصر، ويشرفني انضمامكم، وكمان ارجو ان انتم ما تخرجوش من الفيديو قبل ما تدعمونا باللايك. عندنا طبعا برتقانة كده بالحجم المتوسط، هنبدأ نقطعها كده طرنشات او قطعيها شرايح زي ما يعجبك، وبعد كده تبدأي تقطعيها قطع صغيرة. كل ما قطعتيها قطع صغيرة كل ما كانت اسهل على الخلاط، وكمان تضمني ان هي هتبقى ناعمة جدا بيوريه زي ما احنا عايزينها. هنبدأ نحطها كده في الخلاط، يعني زي ما قلنا برتقانة متوسطة، ونبدأ نحط عليها 3/4 كوباية من الزيت. طبعا نوع الزيت ياريت يكون نظيف ويكون لونه فاتح علشان يدينا نتيجة كويسة. هنحط 3/4 الزيت مع البرتقال ونبدأ نضربه. عايزين نضربه لما ينعم تماما، ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص، يبقى عامل زي البيوريه كده، لان احنا طبعا مش هنصفيه فهنحتاج ان هو يكون ناعم زي ما احنا شايفين. لو تلاحظوا مفيش اي قطع للبرتقال علشان الكيك ما يبقاش مكتوب. هنركنه على جنب، او لو عندك بقى خلاط تاني زي كده هتبدأي تشغليه هو كمان. هنحط فيه حوالي 1.5 كوباية من السكر، سكر ابيض عادي حبيبات، وبعد كده هنضيف عليه 3 بيضات، كده 1.5 كوباية من السكر وكمان ال3 بيضات. طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة زي ما احنا كلنا عارفين. احنا النهاردة مش هنحط فانيليا لان طبعا البرتقال ريحته يعني هتدينا نتيجة احسن من الفانيليا بكتير. هنحط بس معلقتين كده من الخل، وده طبعا بيدي هشاشة وطراوة للكيك، ويعتبر كمان زي المحسن بالظبط. هنبدأ نضرب بقى البيض مع السكر لغاية ما يدينا قوام كريمي واللون يفتح والسكر يختفي تماما مع البيض زي ما احنا شايفين كده. عندي بقى البرتقال اللي انا ضربته مع الزيت، هبدأ كده اشوفه، هو تقريبا جه كوباية بالظبط زي ما احنا شايفين. هبدأ ان انا اضيفه كمان للبيض والسكر. هبدأ ان انا اضرب بقى يعني ضرب كويس كده في الخلاط، هديله وقته. وطبعا هفضي كل الكمية اللي عندي، يعني مش هبقي اي حاجة خالص من اللي في الكوباية، كله هنستخدمه في المرحلة دي. وهنبدأ ان احنا نضرب تاني لغاية ما يمتزج كل الكلام ده مع بعضه. لحد كده كل حاجة تمام ان شاء الله. كل المكونات دي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف. بعد كده هنبدأ نجيب الدقيق بقى وننخله. انا هجيب حوالي 3 كوبايات من الدقيق، هبدأ ان انا انخلهم، وهفتح طبعا الكيس اللي هو البيكنج باودر مع الدقيق هنخله. 3 كوبايات الدقيق دول ممكن نشيل منهم معلقتين ونحط مكانهم معلقتين من النشا. وطبعا النشا بيدي قوام حلو قوي للكيك، وكمان بيديها طراوة وبيخلي الكيكة ما تنشفش. ودي ذرة ملح كده صغيرة علشان نظبط طعم السكر. كده عندي المكونات الجافة بقت جاهزة. هبدأ ان انا كده اقلبها تقليبة بسيطة مع بعضها وهركنها على جنب. انا سايبة طبعا الخلاط شغال، بفصل واشغله كده كل ثواني بحيث ان احنا نريح الموتور. هبدأ بقى ان انا اضيف الدقيق بتاعي بالتدريج زي ما احنا شايفين كده، واحدة واحدة لغاية ما يعني كل قوامنا يبقى مناسب ونكون خلصنا كمية الدقيق اللي عندنا. معلقة بمعلقة كده وهو شغال ومش محلية السرعة كده تمام. حاسين بقى ان قوام الكيك بتاعنا تقيل شوية زي ما احنا شايفين. القوام تقيل، يعني احنا لما بنعمل الكيك ما بنعملوش بالقوام التقيل ده. هنبدأ ان احنا نجيب حوالي يعني اكتر من نص شوية كده بكوباية اللبن، يعني طبعا نفس المج اللي احنا معايرين بيه كل حاجة، ده اكتر من النص شوية، يعني ما بين النص و3/4.
هنسخنه ويكون سخن دافي، بيدخن زي ما احنا شايفين كده، بس يعني اقل من درجة الغليان شوية. وهنبدأ نضيفه برضو الخلاط شغال بالتدريج كده واحدة واحدة لغاية ما القوام بتاعنا يخف ويبقى القوام بتاع الكيك العادي. يعني ممكن لو اللبن مغلي مفيش مانع برضو، ولكن هو يعني درجته كانت اهدى من اللبن المغلي شوية. وطبعا احنا كده اضفنا كل مكوناتنا سواء الجافة او السائلة، ووصلنا لقوام الكيك اللي احنا شايفينه ده. تعملي اي خط كده يختفي بعد شوية. عندي القالب ده هبدأ ان انا ابطنه بالزيت وكمان رشة الدقيق، وبعدين ابدأ اصب فيه خليط الكيك بتاعي. اكون مشغله الفرن بقى في التوقيت ده، يعني ما يعني احاول ان الفرن ما يشتغلش اكتر من 5 دقايق ابدا، علشان انا مش عايزه الحراره تكون عاليه قوي قوي والكيك ياخد لون قبل ما يستوي. هبدأ اصب كل محتويات الكيك، وبالخلة كده هبدأ ان انا اعمل خطوط بحيث ان انا ما يبقاش عندي فراغات كبيرة، وفي نفس الوقت كمان مسام الكيك تبقى مناسبة كلها زي بعضها. الفرن سخن معايا يدوب 5 دقايق. هبدأ ادخل الكيك على 160 درجة رف اوسط، ولو حبيتي كمان تحطي حاجة في ارضية الفرن فيها شوية مية، ده بيخلي الكيك اطرى وكمان يوزع درجة الحرارة ويخلي اللون موحد. ممكن تشغلي المروحة ومش هنشغل الشواية نهائي، هي هتاخد اللون كده زي ما احنا شايفين. اول ما تخرج هنحطها على شبكة التبريد ونسيبها لما تبرد، وبعد كده هنبدأ نقطعها. يفضل طبعا ان احنا ما نقطعش الكيك وهو سخن تماما، يعني لازم نسيب الكيك لما يبرد خالص وبعد كده هنبدأ نقطعه. كل ما كان الكيك بارد كل ما كان التقطيع اسهل ويبقى الكيك متماسك وكمان ما يهبطش مننا تاني. انا بطفي على الكيك في الفرن وبسيبه حوالي 5 دقايق وباب الفرن متوارب، وبعد كده ببدأ اخرجه في الهواء، طبعا لان الخروج من السخن ده للهواء البارد ممكن برضو يهبط الكيك منك. فانتي بتوربي الباب وبتسيبي الكيك يدوب 5 دقايق وتبدأي تخرجيه بره في المطبخ عادي بشكل هادي. عايزة تعملي بقى اي صوص للتزيين، في صوصات بالبرتقال، ممكن تحطي شوكولاتة، ممكن تسيبيه كده سادة زي ما هو مع كوباية الشاي، بيبقى في منتهى الجمال. الكيك زي ما احنا شايفين لونه كده في منتهى الجمال. لون البرتقال واضح فيه جدا، كمان مش قادرة اقول لكم الريحة بتاعته حلوة قد ايه. والكيكة كمان خفيفة وهشة وطرية ما شاء الله، لو فضلت كام يوم هتلاقيها بنفس الطراوة بتاعتها دي. ان شاء الله لما تجربي الطريقة دي يعني اوعدك ان انتي مش هتغيريها وهتعتمديها في وصفات كيك البرتقال دايما. يعني محدش يقول بقى بعد كده ان قشر البرتقال هيمرر الكيكة، بالعكس والله تماما مفيش فيها اي مرار. صدقيني لو جربتيها هتلاقيها طريقة حلوة جدا جدا، وكمان هتلاقي طعم البرتقال مختلف وطعم الكيك والله مختلف جدا، ولكن الاختلاف للأحسن. طبعا لو انتي مش حابة تحطيها بقشرها تقدري ان انتي تعملي البرتقال ده عصير وتصفيه كمان كويس جدا، وبعدين تضيفيه عادي جدا للوصفة بنفس المكونات بتاعتنا دي، برضو هتطلع ناجحة معاكي جدا. واكيد يا جماعة والله انا مش بنزل لكم الا الوصفات اللي انا مجرباها وعارفة نجاحها. فاي وصفة انا بنزلها على القناة انا عايزاكم تعتمدوها وتعتمدوا الطريقة وتتأكدوا ان انا مش هنزل اي حاجة كده. يعني مش حابة اخسركم اي فلوس ولا اضيع تعبكم ومجهودكم ولا اضيع كمان مجهودي في القناة. اتمنى ان شاء الله اللي يشوف الفيديو ده يعمل له شير، وكمان ما ينساش يدعمني باللايك، وكمان دعوة حلوة كده بظهر الغيب لو سواء كتبها لي او دعالي في قلبه، واللي تعجبه الطريقة ياريت منسناش من دعوته الحلوة. اشوفكم على خير مع وصفات تانية كتير، مع تحياتي من مطبخ مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.